ازيكم عاملين ايه؟ انا طبعا بقالي فتره ما بظهرش، والنهارده انا هظهر يعني على السريع. انا هتكلم على طبعا التسجيلات اللي قلب البلد عبد الناصر، وتسجيل تحديدا اللي طالع بيتكلم فيه وبيقول انه التسجيل مع القذافي، يعني اللي بيقول اللي عايز يحارب يحارب يتفضل، وانه العرب عايزين يحاربوا لاخر جندي مصري. وطبعا الهوجة اللي في البلد، طبعا الناس، في ناس طبعا طالعه بتقول الله ده عبد الناصر طلع عاقل اهو، ما كانش مجنون زي ما احنا بنقول. طبعا الاخوه الساداتيه و اللي كانوا بيقولوا على عبد الناصر مسدس الصوت، وان هو كان جعجاع وكلام من ده. وفي اخوه تانية يقول لك الله طب ما عبد الناصر هو خاين وباع القضيه. وطبعا دول الاخوه اللي هم دايما سخنانين على اي حاجه. أه تقييمي هو الكلام ده، هو انه الكلام ده لازم يتحط في سياق التاريخ. يعني الجلسة دي كانت قبل وفاة عبد الناصر بشهرين، والظروف التاريخية طبعا احنا بنتكلم على اللي حصل بعد نكسة 67 أو بعد هزيمة 67 يعني. وإنه الوضع يعني عبد الناصر كان عارف أصلا من البداية إنه ما يقدرش إن هو يحارب إسرائيل لوحده. وكان عارف إن أمريكا وروسيا والنظام العالمي كله الجديد بعد الحرب العالمية التانية مع إسرائيل، ومع قيام إسرائيل، ومع حق إسرائيل في الوجود وكل هذا الكلام. تمام. فعبد الناصر كان واقعي، يعني هو كان شايف كل هذه الخيانات وكل هذه المواقف وكل هذا يعني التحالف الرجعية مع الاستعمار. اتكلم الكلام ده كتير بعد يعني قبل 67، والكلام كله كان صح. بس بعد 67 بقى هو مركز، يعني هو بيتعامل مع الواقع. فهو مركز على انه يرجع الارض فقط في مصر، لانه الالتزام العربي هو ما بقاش قادر انه يرجع كل حاجة. هو الراجل يعني في كلامه واضح ان هو يعني مكسور، وكان بيقول على 48 احنا قلنا هنرجع وما رجعناش، والحشد ومش الحشد وهتحشدوا، وان العرب عايزين يحاربوا حتى اخر جندي مصري. ده حقيقي، هم عايزين يحرروا، يعني ده اللي عايز يحرر فيهم فلسطين يعني. هم عايزين المصريين بس هم اللي يعملوا كده. يعني هم عايزين يخونوا وياخدوا امتيازات ويشتغلوا عملاء عند المستعمرين وعند قوى يعني الرجعية والصهيونية والاستعمار. تمام. ويعملوا حكم وراثي متخلف، ويكون عندهم ملكيات مطلقة وكلام من هذا القبيل، ويحافظوا يعني على أملاكهم، ومصر بقى هي اللي تعمل كل حاجة. طيب الناس بقى اللي كانت، طبعا الناس اللي عارفة موقفي عارفة ان انا موقفي من زمان عقلاني. يعني ايه؟ يعني انا لما بقول، كان دايما انا لما كنت بتكلم وكان الناس بتنتقدني وانت ازاي بتتكلم كده، طبعا سمعت كل حاجة. يعني اللي يقول لي انت بتعبد عبد الناصر وانت بتدافع عن عبد الناصر وخلاص وكلام من هذا القبيل. عبد الناصر كان انسان مخلص، وكان انسان بيقدر ان هو يتحدى ويدينا امل ان احنا كشعوب عربية نكون احرار في وطننا، ونقرر مصيرنا بيتنا. تمام؟ ادانا حلم الوحدة. وحاول، انما يعني الكلام اللي قاله يعني بقى يعني في 70 ده كلام طبيعي جدا. يعني الراجل واقعي، انت ارضك محتلة، انت اضعف من اسرائيل، وامريكا واقفة ورا اسرائيل يعني بكل قوتها كلام واقعي. يعني انت طيب ماشي. كل اللي شتم في عبد الناصر، كل اللي شتم في عبد الناصر وقالوا هنحشد وهنعمل ومش عارف ايه الكلام ده، عملوا حاجة؟ عملوا حاجة؟ ما عملوش حاجة. ما عملوش حاجة. طيب اجي بس في حتة يعني نقطة مهمة جدا. ال... الوحدة. الوحدة يعني الخلافات العربية، وده الكلام برضو الناس برضو، لأن كان في ناس بتظلمني وناس بتقول عبد الناصر هو اللي خربنا، هو اللي وقع الدنيا، هو اللي مش وانت عايز تخربها أكتر ما خربانة، وعبد الناصر مين؟ ده عبد الناصر ضيعنا كلام من. طيب أنا في كلامي كله كنت دايما بقول يا جماعة لازم وحدة.
على الاقل اتحاد جمهوري عربي. هو ده الطريق. يعني انت الفكره انه ايه؟ انت ما تسلمش لاسرائيل ولا تقر بحقها في الوجود اصلا. تمام. يعني انا لما بعد 67 لما عبد الناصر يقول لك ايه، انا عايز ارجع الاراضي اللي اتاخدت في 67، بعد كده بنشوف 48، هو بيتكلم بشكل واقعي. طب عايز ارجعها بالسلم او بالحرب بس ترجع، هو بيتكلم بشكل واقعي. انا ما اقدرش الومه. تمام. بس هو قبل 67 كان بيتكلم مع اللي اتاخد في 48 وكان شغال على كده كمان. تمام. احنا في مصر رجعنا الارض اللي اتاخدت في 67، ده حقيقي، ولكن على حساب حاجات تانية. يعني هو عبد الناصر مثلا كان بيقول ايه، يا اما فلسطين كلها ترجع من الناس اللي كانت بتعارض عبد الناصر وقتها كانت بتقول ايه، يا اما فلسطين كلها ترجع من البحر الى النهر، يا اما بلاش يا بلاش. طيب الناس اللي بتقول كده او الناس اللي نيتها كده، وموقف عبد الناصر انه لا انا اكون واقعي واتعامل باللي اقدر عليه دلوقتي. طيب لما يكون في خلاف في هذين الموقفين، فهذا لا يعني انه لا يوجد عداء لاسرائيل عند الاثنين، سواء عند عبد الناصر او عند الباقيين. تمام. المفروض كان يتم توحيد القوى وليس تشتيت القوى. تمام. وليس التخوين، وليس يعني هو اللي حصل للاسف يعني مأساة الأمة العربية وفشلها في الاتحاد السياسي كشعوب والعسكري يعني كشعوب، ده لأنه في طموحات للزعامة، ولأنه هؤلاء الزعماء فشلوا في إن هم يحققوا آمال شعوبهم في الوحدة. تمام. لسبب أو آخر يعني ضيق الأفق، اختلاف الأولويات، أشياء كتير يعني. فالقصد إيه؟ إنه لازم نحط الكلام في سياقه، ولابد دايما من التعامل مع أي شيء بعقلانية. طيب الناس اللي جايه بتقول لي انت كنت بتشتم في السيسي وبتشتم في الجيش المصري لانه لم يتدخل، وكنت عايزنا نحارب ومش عارف ايه والكلام من ده. طيب ما هو انا لحد النهارده انا عايز ان احنا نحارب، بس توقيت الحرب والاستعداد الكلام ده، انا مش عايز اللي حصل في 67 يحصل تاني، مش عايز اللي حصل في 48 يحصل تاني. تمام. ولكن الفكره انه على الاقل يكون قلبنا معاهم. هذه مساله طبعا انا يعني القيادة السياسية المصرية موقفها طبعا محترم، رفض التهجير، هو بيعمل اللي يقدر عليه، ماشي، شيء محترم يعني وشيء مقدر القيادة السياسية المصرية. والموقف السياسي المصري دلوقتي أصبح أكثر جرأة وأكثر وضوحا، على الرغم مثلا من انتقاداتي السابقة لكلام كان السيسي بيقوله، واللي عارفني عارف الكلام ده كويس، انتقادات السابقة مثلا لكلام سمير فرج كان بيقوله. النهاردة أنا بحييهم على موقفهم، لما الإصرار إنه حماس فصيل وطني وأنه يسعى إلى تحرير الأرض المحتلة، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في أرضه من البحر إلى النهر. تمام. هو ده اللي يهمني، اللي يهمني هو الأساس، هو العقيدة. تمام. بعد كده الباقي ده كله يعني مقدور عليه، إن أنت عقيدتك تكون واضحة، إنك لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، هذه مسألة. تمام. ومسألة قدرتك على إنك تحرر دي مسألة أخرى. تمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني. تمام. بالنسبة لأي حد بقى من الإخوة برضو اللي بيزايدوا، أي حد ممكن يجي يقول على المصريين ده أنتوا مش عارف إيه وإسرائيل وكامب ديفيد أنا مثلا أنا ضد كامب ديفيد. أنا مش عايز أشوف سفارة إسرائيلية في مصر. يعني أنت كان ممكن ترجع اللي رجعته. تمام. وتعقد هدنة أو صلح أو كلام من ده، بس ما تجيب لهمش سفارة إسرائيلية، ما تطبعش العلاقات الكلام ده. تمام. يعني ده اعتراضي، ده اعتراضي.
الناس اللي بتقول طب ما هو السادات عمل اللي عبد الناصر كان هيعمله. السادات لا، حتى لو عبد الناصر كان عايز يرجع الأرض بالمفاوضات، تمام، ما أعتقدش إن عبد الناصر كان هيعترف بإسرائيل، وما أعتقدش إن عبد الناصر كان هيطبع معاهم ولا هيصدر لهم غاز ولا كلام من هذا القبيل. تمام. فطبعا أنا لازلت بنتقد طبعا السادات على هذا الكلام، وطبعا موقفه طبعا من الإخوان المجرمين، وطبعا خطاباته التكفيرية وعدائه لحافظ الأسد. أنا مع خط هيكل في هذه المسألة مثلا يعني. تمام. أجي برضو المسألة يا جماعة، الناس اللي يعني هو أنت لما تسمع تسجيل في هذا السياق التاريخي أنت لازم تعرف السياق التاريخي، يعني لازم يكون عندك معلومات عن السياق التاريخي. إنما أنا بكتشف إن الناس للأسف بيكون دايما عندها أفكار مسبقة، وعندها دايما انطباعات، يعني ستيريوتايبنج للأسف عن عبد الناصر، سواء اللي طالعين بيه 7 سما أو اللي منزلين بيه 7 أرض. يعني لازم يكون في دايما عقلانية في مقاربة تصرفات الأشخاص، يعني فهم يعني الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية اللي بيتم فيها، يعني اللي بيتم فيها الإدلاء بتصريحات ما. يعني محمد نصر يعني هو كان ليه وجهة نظر معينة في هذه الفترة ومن حقه، هو بيتعامل كقائد عسكري وبيتعامل بشكل واقعي في ظرف معين. فيعني انا مش شايف الكلام، يعني في ناس يقول لك الكلام هذا يدين عبد الناصر، وفي ناس تقول الله ده عبد الناصر كان عقلاني. بصراحة حكم الناس يعني انا بدعو الناس عموما يعني والمشاهدين، الناس من العوام يعني اللي ممكن يكون ما عندهمش دراية سياسية أو ما عندهمش فهم عسكري أو إدراك للظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بحدث ما، أو بإدلاء مسؤولين سياسيين لتصريحات ما. يعني يا جماعة، يعني مع كامل احترامي، يعني يا ريت تتعلموا، يا ريت تقروا أكتر، يعني قبل ما تصدروا أحكام يا ريت تفهموا سياسة وتتعقلوا وتقروا، يعني يعني الإدراك هو المفتاح لكل شيء، وإدراك المسائل لا يتم إلا بالتثبت من الحقائق أولا، وفهم الظرف التاريخي قبل الحكم، وإلا سيكون الحكم خاطئا يعني. طبعا هذا بافتراض أنه الشخص اللي بيحكم ده شخص عقله سليم يعني. أشكركم شكرا جزيلا، أتمنى لكم أوقات سعيدة.